هنعمل النهاردة القرص القشطة بتاعة الأفران أو نواعم الأفران. القرص دي بيبقى حجمها صغير كده بس طعمها حلو جدا وبتبقى هشة كده وطرية. بصوا شكلها حلو قد ايه، سكرها مظبوط جدا والتسوية بتاعتها مظبوطة جدا من فوق ومن تحت. هنعملها النهاردة كمان بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة، أعتقد كمان إن المكونات بتاعتها موجودة عندنا كلها في البيت، وأي حد هيتفرج على الفيديو ده هيقوم يعملها حالا لأن مكوناتها بسيطة. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو انتوا أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وكمان تحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. المكونات بتاعتها بسيطة جدا ومفيهاش أي تعقيد خالص. هنحتاج 3 كوبايات ونص من الدقيق الفاخر، الدقيق ده كمان بيبقى عليه رشة ملح صغيرة، وكوباية من الحليب الدافي، ونص كوباية سمنة على زيت، تقدروا تستخدموا سمنة بس أو زيت بس، 4 معالق كبيرة من القشطة اللي هي بتبقى موجودة على وش اللبن، و3 معالق كبيرة من السكر أو ربع كوباية سكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. بس هي دي كل المكونات اللي احنا هنستخدمها النهاردة. بجهز طبق عميق وبحط فيه 3 كوبايات ونص من الدقيق الفاخر، والدقيق بتاعنا بيبقى عليه رشة ملح صغيرة، وبحط عليهم كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية أو ظرف من الخميرة الفورية، و3 معالق كبيرة من السكر. 3 معالق دول بيعادلوا بالمعلقة المعيارية ربع كوباية. بقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس جدا كده. بعد كده بضيف عليهم نص كوباية سمنة على زيت، وتقدروا تستخدموا سمنة بس أو زيت بس السمنة بتدي للقرص طعم حلو. بضيف السمنة على الدقيق وببدأ أقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما كل الدقيق بتاعنا يتغلف كله بالسمنة. عايزين كل الدقيق بتاعنا يوصل له سمنة، عايزين نوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بضيف عليهم 4 معالق كبيرة من القشطة دي انا واخداها من وش اللبن. بنغلي اللبن بتاعنا عادي ونحطه في التلاجة وبنسيبه لحد تاني يوم، وتاني يوم كده بنلاقيه عمل طبقة قشطة من على الوش. بضيف القشطة وبقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا. بعد كده ببدأ اضيف الحليب. هستخدم النهاردة كوباية من الحليب الدافي بس مش هستخدمها كلها، وهتشوفوا معايا وانا شغالة دلوقتي. بضيف كده الحليب تدريجيا، مش بضيف كله مرة واحدة، بنضيف شوية بشوية وبنعجن لحد ما نوصل لعجينة كده طرية ومش بتلزق في الايد. عايزة اقول لكم كمان ان العجينة دي مش بيبقى فيها عرق خالص، يعني مهما عجنتوا فيها كتير مش هيتعمل لها عرق، مش هيكون فيها عرق خالص. في الاول كده هتحسوا ان العجينة بتاعتكم بتقطع، بس كملوا عجن عادي لحد ما تلاقوا ان العجينة بتاعتكم بقت طرية خالص ومش بتلزق في الايد. عايزين نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام بتاع العجينة عامل ازاي؟ عجينة طرية كده ومش بتلزق في الايد. تحسوا كده برضو ان العجينة بتاعتكم بيبقى فيها شوية تقطيع، بس بمجرد ما بنمسك العجينة وبنلينها في ايدينا كده او بنطريها في ايدينا بنلاقي التقطيع ده راح خالص. عايزه اقول لكم كمان ان انا ما استخدمتش كوبايه الحليب كلها، استخدمت الكوبايه ما عدا اللي شويه اللي انتوا شايفينهم دول. دلوقتي انا هلم العجينه وهغطيها واحطها في مكان دافي وهسيبها ترتاح لمده نص ساعه. ده شكل العجينه بعد ما سبتها ارتاحت حوالي ساعه الا ربع كده او نص ساعه، يعني ما تزودوش عن كده، احنا مش محتاجينها ان هي تخمر قوي. بنسيبها لحد ما ترتاح بس. باخد كده العجينه وببدا افضي الهواء اللي فيها وبعدين هبدا اشكلها. بناخد كده قطعه من العجينه بحجم الليمونه او بوزن 30 جرام، ونبدأ نلين العجينة كويس جدا في ايدينا. لازم نطري العجينة بتاعتنا كويس جدا في ايدينا كده عشان كل التشققات اللي في العجينة تروح. احنا عايزين وش القرص بتاعتنا كده تبقى ناعمة وحلوة. وبعدين باخد اطراف العجين بدخلها لجوه وبعدين بكورها في ايدي، وطبعا بحطها في الصينية، والصينية بتاعتي بتكون مدهونة بالزيت. بناخد قطعة من العجينة ونلينها كده ونطريها في ايدينا، وبعدين بناخد اطراف العجين بندخلها لجوه بنعملها على شكل كورة كده. وبس كده، الطريقة بتاعتها سهلة جدا ومش بتاخد اي وقت خالص. بكملهم كلهم بنفس الطريقة كده. بعد ما بنخلص تشكيل بكف ايدينا كده بنضغط على القرص بتاعتنا عشان تدينا كده شكل القرصة. بعد ما بخلص خالص بغطيهم بفوطة وبسيبهم يخمروا للمرة التانية لمدة نص ساعة. بنحطهم كده في مكان دافي بما ان الجو برد، يعني انا شغلت فرن البوتاجاز دفيته كده شوية ودخلتهم جواه وسبتهم لمدة نص ساعة. ده شكلهم كده بعد ما اختمروا. دلوقتي باخدهم عشان اسويهم. بيدخلوا فرن سخن على درجة حرارة 190.
بندخلهم كمان في الرف الوسطاني، والفرن بتاعنا بيكون شغال من تحت بس. اول ما بياخدوا لون ذهبي كده من تحت بنطفي من تحت ونولع عليهم الشوايه لمده دقيقتين. بصوا بقى شكلهم حلو قد ايه، التسويه بتاعتهم مظبوطه جدا من فوق ومن تحت. اول ما بنخرجهم كده من الفرن وهم لسه سخنين بنغطيهم بفوطه وبنسيبهم متغطيين لمده 5 دقايق. بصوا بقى شكلهم حلو قد ايه، قراص طريه وهشه وطعمها تحفه. جربوها بالطريقه دي، انا متاكده ان هي هتعجبكم جدا. هسيب لكم كل مكونات وصفه النهارده مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس انا كده خلصت فيديو النهارده، بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو انتوا اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وكمان تحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.